احكي لنا حاجه كده. بص بقى احكي لك موقف النهارده حصل معايا الصبح يا اسطى. والله العظيم عارف الكلمه بتاعت يا رب الارض تشاء وتبلعني. لا انا بقى انا يا اسطى ولا بقيت فاهم الناس ولا الناس فاهماني. انا الصبح هم قالت لي روح هات التومين وبتاع، فانا المهم ايه قلت انا عايز اروح اجيب لهم التومين بقلب. فانا ماشي ورحت عند مدرسه الحياه كده في دهشور، في 4 بنات يا اسطى. الله اكبر الله اكبر فاهم. فهم عمالين يبصوا لي ويضحكوا كده وانا ايه وانا بص كده ومش عارف ايه والله يوم بصيت يعني. وانا ايه بقى اللي هو ده فيروس رهيب فيروس رهيب والله. فجاي لي في بالي كده بقى، جاي في بالي يا حول الله يا رب في ايه. فامشي شويه وابص لهم يقوموا عاملين ايه، فانا مش فاهم في ايه. ففضلت ماشي 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 وانا ايه في عامه ان انا لوحدي بتكسف مثلا ايه حد يوقفني وكده. ايوه فبس امشي شويه برضه. فانا اتضايقت، انا عمال اقول طب لا يمكن هم عارفيني مثلا، يمكن انا اتشهرت قوي كده وبتاع هم عارفوني. فيا رب يا عم شهرة توصل للدرجات دي. فالمهم انا ايه فضلت ماشي شويه وهم نفس البصات، هم مش قادرين يسكتوا لحد ما وصلت عند مول البنفسجي. اول لسه ما وصلت عند مول البنفسجي انا خلاص قلت خلاص انا فهمت كده. رحت لهم قلت لهم هو ايه ايه الضحك ده كله في ايه؟ قالوا لي الشراب بتاعك مخروم والله العظيم بجد والله ليه الشراب بتاعك مخروم يا حبيبي. وانت ماشي كده مش عارف مبسوط ليه كده وعمال تبص لنا وتضحك. انا بقى فاهم اللي هو ده فيروس رهيب فيروس رهيب.